المباشرة تماما بتوقيت أسمر إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. إصابة 9 مواطنين بفيروس كورونا المستجد. المحاصيل توجد في وضع جيد في مديرية عالي القاش. نجاح 60% من الشتول المغروسة في منطقة العيتن. إيران تشيد بمحادثات بناءة مع مدير الوكلاء الدولي للطاقة الذرية. الصين وأمريكا تتفقان على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التجارة. اضطرابات في ويسكونسن بعد إطلاق الشرطة النار على رجل أسود. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. إعلان من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 25 من أغسطس في مركز العزل بمنطقة أديبرة إقليم القاشبركة ومركز العزل في منطقة إنداغرغيس الإقليم الجنوبي قد أظهرت إصابة 9 مواطنين، وكان 8 من المصابين في مركز العزل بمنطقة أديبرة وواحدة في مركز العزل بمنطقة إنداغرغيس. وقد عاد جميع المصابين بفيروس كورونا المستجد بطريقة غير نظامية من السودان وإثيوبيا خلال الأسابيع الماضية. في غضون ذلك شفي مواطنان من فيروس كورونا كان يتلقيان الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الجنوبي وتوجها إلى منزلهما. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إريتريا حتى اليوم 315، شفي منهم 276 ولا يزال 39 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 25 من أغسطس 2020. أفاد المزارعون والمهنيون الزراعيون في مديرية علي القاش بإقليم القاشبركة بأن المحاصيل الزراعية بلغت إلى مرحلة جيدة نتيجة لهطول أمطار غزيرة بانتشار واسع. وبموجب المعلومات الواردة إنه ورغم بدء الخريف متأخرا إلى أن هطول أمطار غزيرة بانتظام بداية من منتصف شهر يوليو المنصرم وكذلك توفير جرارات زراعية حكومية ساعد إلى إلحاق المحاصيل. وأوضح مسؤول وزارة الزراعة في المديرية السيد مأكلي قالتا لوكالة إيرينا سجلت 7 نقاط هطول أمطار تقيم ما بين 208 وحتى 519 ملم ولا زالت تستمر بانتظام. وأوضح السيد مأكلي بأن مساحة الأراضي الزراعية المقرر زراعتها كانت 29 ألف هكتار، حيث زرع أكثر من 28,600 هكتار بطرق عصرية وتقليدية. وتوجد المحاصيل المزروعة بصورة واسعة من الذرة والدخن والسمسم والداغوش والطاف والبقوليات بنسبة أقل في وضع جيد. تشهد البلاد قرص شتول أشجار متنوعة بما تتماشى مع مناخ وبيئة المناطق. وقد قرصت العام الماضي أكثر من 10,000 شتلة في ضاحية العيتان بمديرية قندع إقليم شمال البحر الأحمر، نجح 60% منها وتوجد في وضع جيد. وتشتمل تلك الشتول على أشجار السيزال والتين الشوكي وغيرها من أنواع شتول الأشجار، فيما تمت هذا العام الاستعدادات لقرص 3,000 شتلة حسب المعلومات الواردة. وأكد السكان في الآراء التي أدلوا بها مواصلة الأنشطة التي بدأوها بقوة، معززين تأطيرهم لتنمية الأراضي الجرداء بمكافحة انجراف التربة. في غضون ذلك أفادت المعلومات الواردة من ضاحية نفاسيت بناء وصيانة الحواجز المائية وحفر حفر لقرص الشتول. شهدت مديرية قلب إقليم عنصبة وضاحية درفوف في الإقليم الأوسط وكذلك مديرية أفعبت في إقليم شمال البحر الأحمر هطول أمطار غزيرة وسيولا جارفة ألحقت أضرارا مادية كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين ومزارعهم، وتسببت السيول المتدفقة بحدوث انهيارات صخرية.
ووفق التقارير التي أفاد بها مراسلو وكالة إيرنا، شهدت مديرية جلب في 23 من أغسطس هطول أمطار غزيرة بأكثر من 56 ملم تسببت في وفاة شاب يبلغ من العمر 20 عاما ونفوق جملين و5 من الأبقار، وأثرت في محاصيل زراعية في 43 هكتار من الأراضي الزراعية. وأوضحت المعلومات الواردة من إدارة المديرية بأن الأمطار الغزيرة ألحقت أضرارا بالغة في 5 منازل، فيما ألحقت أضرارا بالغة على الثروة القابية والبساتين. كما أفادت المعلومات الواردة بأن الأمطار التي هطلت بقذارة في 22 من أغسطس في مناطق زين ومرات وكالوق ومزابات ألحقت انهيارات صخرية تسببت في إغلاق طريق بيلتا قلب، إلا أنه تم صيانة الطريق بالنفير المنسق الذي نظمه أعضاء قوات الدفاع المرابطين في تلك المناطق والجيش الشعبي. في غضون ذلك جرفت السيول المتدفقة الأمطار الغزيرة التي هطلت في 23 من أغسطس في منطقة درفو بالإقليم الأوسط 3 حواجز حجرية كبيرة وخزانات، وجعلت 6 محركات مياه تعمل لصالح التنمية المروية خارج إطار العمل، إضافة إلى إلحاقها أضرارا مادية على المحاصيل. كما دمرت الأمطار الغزيرة التي هطلت في 24 من أغسطس أشجار الفواكه والخضر النامية في 5 هكتارات. شهدت مديرية صنعاء في توزيع مساعدات مالية وعينية استخرجتها إدارات الضواحي والمحسنين والأشخاص للمحتاجين والجهات التي ليس رهن لاعن. وبموجب ذلك تبرع المحسنون في منطقة عد كساد إنبا ب200 ألف نقفة، قدم لكل أسرة من الأسر المحتاجة 4000 نقفة، فيما وزع بطريقة مماثلة 195 كنتال ذرة تم استخراجه في الجولة الثانية، و1230 لتر من الزيت، و492 كيلو من السكر. كما وزع 10 كنتال ذرة استخرجه المواطنين في ضاحية غولو، وزع ل20 أسرة محتاجة. بدورها قدمت جمعية معاق الحرب الوطنية في مديرية صنعاء في مساعدات مالية وذرة ل11 من أعضائها. كما تبرع موظفو الحكومة في مديرية ميمنة براتبهم الشهري لصالح تنمية صندوق تصدي كوفيد-19 ومبلغ مالي قدره 9475 نقفة للأسر المحتاجة. في غضون ذلك شهدت مديريات غردات ودقي وبارنتو بإقليم القشبركة تبرع مالي وعيني لنفس الهدف، حيث تبرع أعضاء شركة سجن للإنشاءات فرع بيشة ب20 ألف نقفة وزراعة مزارع المحتاجين، فيما استخرجت تجار مدينة غردات 50 كنتال ذرة. كما قدم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية بارنتو 388 كرتون من الصابون دعما للمحتاجين. في إطار الجهود الحثيثة والمساعي الجادة الجارية لتوسيع الخدمات الصحية، ظلت تقدم عيادة جمهلة في مديرية دهلك إقليم شمال البحر الأحمر خدمات صحية جيدة تمثلت في الوقاية والعلاج من الأمراض المعدية، وخاصة سلامة الأمومة والطفولة. وأوضح السكان لوكالة إيرنا أنهم يحصلون خدمات صحية متكاملة عن قرب، مما أدى ذلك إلى تقليل المتاعب المرتبطة بمشاكل المواصلات ومناخ المنطقة. من جهته ذكر مسؤول العيادة الممرض آدم إبراهيم الجهود الجبارة المبذولة لرفع وعي المجتمع المدني لضمان صحته من الأمراض المعدية وخاصة الملاريا، مشيرا إلى أن التطور الملحوظ المسجل في حملة التطعيم خير دليل لارتفاع الوعي. وأشار الممرض آدم إلى ارتفاع الولادة في المؤسسات الصحية مقارنة بالعام الماضي بنسبة 50%، مناشدا المواطنين الاستفادة الجيدة من الخدمات الصحية المتوفرة في منطقتهم. أيها السادة المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي، يبقوا معنا.
وعلى الصعيد العالمي، حيث أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها أجرت محادثات بناءة مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، الذي يزور طهران وسط توتر بسبب محاولة الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية. وهي أول زيارة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران منذ توليه مهامه في ديسمبر الماضي، وتأتي بعد أكثر من سنتين على انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى، والذي فرض قيودا على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات عن الجمهورية الإسلامية. وتأتي زيارة غروسي في فترة توتر بين الولايات المتحدة والأوروبيين بعد محاولة واشنطن إبقاء حظر الأسلحة على إيران ومشروعها إعادة فرض عقوبات أممية على الجمهورية الإسلامية. ونفت إيران على الدوام وجود أي بعد عسكري لبرنامجها النووي. ويعارض الأوروبيون تفعيل إجراء مثير للجدل أطلقته الأسبوع الماضي واشنطن لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. ختام النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.